تشكيلة في الفانتسي بعد لما درسنا الماتشات الودية ودرسنا كل الفرق وعرفنا مين أهم اللعيبة عندهم، وبعد ما اتفرجنا على الماتشات التحضيرية للفرق وكمان التشكيلة دي فيها محمد صلاح وفكرت في حراسة المرمى، وأول حارس جبته هو لينو، حارس فولهام عنده أول ماتش برايتون وعنده جدول كويس، وهو كمان يعني حارس كويس جدا وبيصد كتير فممكن ينفعنا بصراحة، وأنا شايف له هو حارس جامد جدا. وتاني حارس هو كيلر لاعب برينفورد المنتقل حديثا من ليفربول الى برينفورد، وانا شايف له هو بسعر 4.5، سعر كويس جدا وهو ممكن يصد كتير جدا وعنده جدول كويس وعنده اول ماتش نوتنجهام فورست. انا قلت ما كترش في ميزانية الحراسة، وانا شايف اللي دول بصراحة افضل حارسين. واول مدافع جبته هو فان ديفان لاعب توتنهام بسعر 4.5، عنده اول ماتش بيرلي، انا شايف لو هو هيكون خيار ديفرنشال وجامد جدا وده افضل مدافع. وتاني لاعب هو روبنسون الظهير الطيارة ظهير فولهام، عنده اول ماتش برايتون، انا شايف لو هيكون ماتش كويس جدا وده اقوى خيار. وتالت لاعب جبته هو الوحش تروفسكي لاعب ايفرتون، عنده اول ماتش ليدز واول جدوله كويس جدا فممكن يطلع بكلين شيت او يجيب جول. ورابع لاعب هو الظهير الطيارة بديل استومنيان المنتقل حديثا لبرايتون، انا شايف ان الظهير ده هيكون كويس جدا وبسعر 4.5، برضو حاجة كويسة جدا يعني، فانا حاسس لو ممكن يعمل اي مساهمة هجومية. وخامس لاعب هو اللي هيقعد دكة بسعر 4 مليون هو ستيف، اللاعب بينزل في تشكيلة بتاعة بيرلي، هو بسعر 4 مليون، فانا اكيد مش هنزله، انا بس محتاجه للدكة يعني عشان التشكيلة فيها محمد صلاح وهالاند وعايزين نظبط الميزانية. اللاعب المحدش متوقعه خالص والاسطوري هو كيفن شادي لاعب الجناح بتاع برينفورد، وساعات بيقف راس حربة، هو بسعر رخيص جدا وبرينفورد عندهم جدول كويس، فانا متوقع اللي هو بعد رحيل مبيمبو ممكن يتألق او يعمل في اول ماتش جون او اسيست، وانا شايف اللي هو لاعب اسطوري جدا. وتاني لاعب في الوسط هو ندي لاعب ايفرتون اللاعب المتألق عنده ليدز يونايتد، فانا شايف اللي هو ممكن يطلع بجون او اسيست وهو خيار ديفرنشال جدا. وتالت لاعب هو محمد صلاح لاعب ليفربول، اكيد يعني محمد صلاح هيكابتن او ممكن يطلع بجون او اسيست، ودي بصراحة حاجة جميلة جدا، او ممكن كمان يجيب هاتريك، وانا شايف محمد صلاح اسطوري جدا. ورابع لاعب معانا هو نيتو، هو بديل بالمر، بدل ما اجيب بالمر ب 11 مليون او 10 مليون قلت اجيب نيتو ممكن يطلع له باي مساهمة هجومية، هو جناح كويس جدا بصراحة وهو ده بديل بالمر. وخامس لاعب معانا هو هندرسون، ادى اداء كويس في البري سيزون وهو كمان ب5 مليون من برينفورد وبينزل الاساسي، وكمان ممكن نستفيد منه من حوار قطع الكوره الجديد في الفانتسي، بس هو يعني انا هحطه على الدكه، هو ب5 مليون هو خيار كويس جدا. واول لاعب في الهجوم هو اللاعب الديفرنشال سولانكي لاعب المهاجم توتنهام، عنده اول ماتش بيرلي ممكن يطلع بجون او اسيست، وكمان هو ب7 مليون ب7.5 مليون، وهو بصراحه انا شايف له خيار كويس جدا. وكمان جبت مهاجم ليدز يونايتد اللي بسعر 5.5 اللي هو بيور، المهاجم ده مهاجم في البري سيزون عامل ارقام كويسه جدا وممكن كمان يخطف اي جون او حاجه، وانا كمان هحطه على الدكه وانا شايف له خيار دكه كويس جدا. واللاعب الاخير اكيد هو هالاند، ودي تشكيله اقوى تشكيله فانتسي فيها محمد صلاح وهالاند، متنساش تعمل لايك واشتراك. سلام.